بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن وظيفة البنكرياس. الحقيقة البنكرياس ده جزء موجود كده يعني ورا المعدة. ايه وظيفته؟ هو بيظبط نسبة السكر في الدم. في مناطق اسمها جزر لانجرهانز، دي بتفرز مادة الأنسولين، ودي عندها سنسور كده في الدم. أول ما بيرتفع نسبة السكر في الدم يبدأ يتفرز وبيدخل السكر للخلايا وبيقلل نسبة السكر في الدم. طبعا جزر لانجرهانز دي في مرض السكر اللي هو النوع الثاني، أو مرض في النوع الأولاني الأول اللي هو اللي بيستخدم الأنسولين، بتتدمر تماما نتيجة الخلايا المناعية. زي ما قلنا ان مرض السكر النوع الاول بيبقى نتيجة خلل مناعي او زعل صدمة عصبية، ايا كان بيحصل دمار تام لجزر لانجرهانز، والمناعة بتهاجمها وتموتها، وبالتالي البني ادم ده ما ينفعلوش اي علاج غير الانسولين طول عمره من بداية السكر، وهو بياخد انسولين بس، ما ينفعش اي علاج تاني. طيب بالنسبة للنوع التاني اللي هو الوراثي، النوع التاني اللي هو بيجي من بعد ال30، ده عبارة عن بتقل خلايا لانجرهانز وبيحصل خلل في نشاط البنكرياس، وبالتالي من ضمن الأدوية ده بينفع له البرشام في الأول، لأنه بينشط الخلايا الباقية لأنه ما بيبقاش دمار كامل، بيبقى دمار جزئي. الدمار الجزئي ده بيبدأ يزيد مع الوقت ويبقى دمار كلي برضه في نهاية الأمر، واحتمال يبقى محتاج أنسولين بس في الآخر. لكن في الأول بنحاول إن احنا ننشط هذه الخلايا بحيث إن العلاج يجيب نتيجة كويسة وينشط ويفرز أنسولين، وعن طريق البرشام أو الأقراص اللي احنا بنديها. ده أهمية جزر لانجرهانز اللي في البنكرياس، اللي هي تنظيم نسبة السكر في الدم. طبعا نسبة السكر في الدم لو فضلت عالية بتعمل مضاعفات كتير جدا، ولذلك البنكرياس هو اللي مسؤول عن ضبط نسبة السكر في الدم حتى لا تحدث هذه المضاعفات. أتمنى للجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.